وده شيعي، شفت ده رجل خبيث جدا، شيعي يسب الصحابة ويلعنهم. ما عندك أي فرصة معانا هنا. احنا امشي انت برضه ما عندك معانا فرصة هنا. وده بالذات خد بالك، لأنه احنا قبل اليوم اقعد كده يا وضح، اقعد في الوطن بسم الله. قلت ده قبل اليوم الراجل الكبير ده، ونحن والله في طبائعنا كسودانيين علمونا من صغار نحترم الزول الكبير والشيبة، نحن بنحترم الكبير، لكن والله زولا بهين الصحابة نحن ما بنحترمه أصلا. زول بهين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول منافقين، منافق إت المنافق. لو قال الصحابة منافقين يقول السيدة عائشة زانية، السيدة عائشة زانية يا أخوانا، منو اللي بيقبل الكلام ده؟ 10 آيات ربنا نزل في الكتاب تتلى ليوم الدين براءة للسيدة عائشة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. سيدة عائشة زانية زوج النبي عليه الصلاة والسلام وابنة الصديق، وهي الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق 7 سماوات. كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أنا التي أنزل الله براءتها من فوق 7 سماوات. ربنا نزل براءته. زواجه من النبي صلى الله عليه وسلم نزل جبريل بصورة السيدة عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام، الوحيدة البكر في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وهي زوجه في الدنيا، وهي حرمه يوم القيامة في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. تكلم في زوج زي ده، لا خلق لا احترام، لا احترام لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله احنا عندنا ده الفكر الوحيد المنبوذ بإجماع الشعب السوداني.